السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. مع حضراتكم دكتور سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة، وحوار مهم جدا عن نوع من أنواع الخضروات الورقية المشهي والصحي واللي قيمته الغذائية عالية، البقدونس. من أهم الخضروات الورقية لأن في قدر عالي من الزيوت الطيارة، في مركبات مهمة جدا، أهمها الفوروكومارين والميريسيستين والفلافونيد وفيتامينات كتيرة، خاصة فيتامين س، لذلك الفوائد بتاعته كتيرة جدا. ممكن جدا بنستخدم البقدونس في علاج التهابات المسالك البولية، زيادة اليوريك أسيد، ووجوده بينقي يعني بيرفع كفاءة الكليتين وبينقي الدم من اليوريك أسيد. وكمان مهم في علاج حصوات الكلى والمثانة، لأن في مواد بتحفز على إدرار البول والتخلص من البكتيريا والحصوات. الحقيقة كمان بيحتوي على مركبات عديدة لها نشاط مضادات الأكسدة، وبتحسن بكده سكر الدم وبيقلل سمية الكبد. كمان له دور في محاربة السرطانات، يعني في بعض المواد المقاومة للتسرطن أو يعني نمو الخلايا بشكل غير طبيعي. أهم الأنواع دي سرطان الرئة وسرطان القولون والثدي والبروستاتا، وكمان الدماغ والجلد واللوكيميا. عايز أقول كمان إن البقدونس له دور مهم جدا في منع التصاق الخلايا بالكوليسترول السيء ال LDL، وبالتالي وجود البقدونس في أكلنا بيقلل من تصلب الشرايين ومن أمراض القلب المختلفة. الحقيقة كمان إن البقدونس له القدرة على تحسين حالات القرحة، وبيمنع تقلصات الأمعاء وحالات الإسهال، وله دور كمان في إنه بينزل ضغط الدم وبينزل مستوى اليوريك أسيد زي ما قلنا قبل كده في الدم. البقدونس مضاد بكتيري رائع، بيقلل تواجد البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي. كمان البقدونس له أثر رائع جدا وإيجابي على نقص هرمون الاستروجين الأنثوي، فبيعدل مستوى الاستروجين عند الإناث، خاصة في سن انقطاع الطمس. بالتالي بيقلل من أعراض اللي بتبقى مصاحبة للسن ده، اللي منها هشاشة العظام والعصبية وارتفاع الكوليسترول، وكمان الكتير جدا من الأعراض انقطاع الطمس زي الهبات السخنة والاكتئاب. يبقى العلاج من أمراض كتيرة جدا قد يكون بشيء بسيط جدا، وهو تناولنا للبقدونس من خلاله يبقى منفرد أو مع أطباق السلطة. كمان البقدونس بيحارب فقر الدم لتواجد الحديد بتركيز عالي فيه، وبينظم حالات اضطرابات الحيض، لأنه بيبقى له تأثيرات محفزة للرحم. عايز أقول إن البقدونس بيقلل جدا من حدة حالات الربو وأمراض الجهاز التنفسي. كل الكلام ده والمميزات الجميلة دي في خضار ورقي بيسمى البقدونس. ليه ما نحرصش دايما يبقى موجود في سفرتنا، ودايما في طبق السلطة اللي دايما بننصح بيه؟ لأن السلطة هي اللي بتؤدي إلى رفع مستوى الفيتامينات والأملاح المعدنية في الدم، لأن الجسم غير قادر على